السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع سولي اللي خارج من واحد الموبيل كتقول عليه طوموبيل كحله وكتخطفو. هذا جاكسون اللي خارج مع صاحبو كيخفي لهم واحد المقنع كيضربهم وكيخطف جاكسون. وهذا كوجا اللي كان بارك كيقاسم مع راسو كيشوف الاخبار واختفاء جوج ديال الناس، وملي كيسالي كيخرج وكيشوف طوموبيل تابعه كيوقف عليه المقنع وجاكون كيدير فيها عايق. كيشوف التعديلات طويله ولكن المقنع عارف اش كيدير، كيزنزنو بالضوء وكيخطفو. وهذه المحاميه كيلي اللي كانت مسؤوله على الاختفاء ديال سولي وجاكسون وكوجن كانت راجعه في الليل وكتهضر في التليفون ومع كتسالي كيوقف على المقنع وراكم عارفين اش غيدير. وهذا واحد البيت مظلم ديال المقنع واللي كانوا فيه 9 الناس كيقول لهم بلي كلكم مجرمين وما تستاهلوش تعيشوا، ولكن خير مني اللي غيعرف علاش هو انا غنعفو عليه. وغنخليكم 10 ديال الدقائق باش تفكروا. يلوح لهم الطباشير وكيسد الباب من واحد العداد محقق 10 ديال الدقائق كيبداو يتعرفوا على بعضياتهم. كريستيان كيشوف سولي كيقول لي كنعرفك مزيان، انت هو البزنس ديال السيكتور. قال لي حتى انا تفكرتك، فين هو الرزقه اللي كانت تساعدك؟ يقول لي كريستيان لا رانا دخلت الحبس وصيفط لك فلوسك ولكن بهويه اخرى. وبداو كيفكروا علاش هما هنا. كينقص كوجن كيقول لهم بلي تشد على التعدو وكلشي كيتمنى الموت ديالو حيت يستاهل. كيقول لهم ما تنساوش بلي كلشي رهن على شي مصيبه دارها وعلى الاقل نعترف. وبداو كيعرفوا براسهم. هذا ايدي خدام في البنكه والثاني دين بوليسي وهذه كاين المحاميه والرابع سولي البزنس. وكريستيان طالب ومره كيخدم مع البزنس. والسميمر كيقول لهم بلي المقنع ما فيه يدو والو وراه ما غيقتل حتى شي واحد. كتكون معاهم واحد الشويرفه ما فاهميش اش كتقول. تالي 10 دقائق كيدخل عليهم المقنع كيسولهم علاش نتوما هنا. نقزات كيلي كطالبوا يزيدوا شويه ديال الوقت دار راسو ما سمعاش. وقصد كريستيان بدا كيطلب فيه باش ما يقتلوش. كيقرب ليه المقنع كيقول ليه علاش هو هنا في ودنو وكيقتلو وجروا لبرا. خوتنا اللي بقاو تخلعوا عرفوا بلي المقنع ما كيضحكش وتعاود الوقت من جديد. كيبدا السميمر يقول لهم الحاجه الوحيده اللي درت هي شفرت فردي وضربت مولاه وهربت وما عمري دخلت الحبس وراه ما يمكنش على هذا الشيء نستاهل نموت. كيتبعوا دين كانت عنده علاقه مع كيلي ولكن سالهم مده هادي وما بقاوش تلاقاو. كيتبعوا جاكون كيقول لهم من غير التعدد شفرت طونوبيل وهي السبب باش دخلت الحبس. وايدي اللي خدام في التامينات زور شي وراق باش خويا يدير عمليه في بلاصه واحد اخر وراه ماشي على هذا الشيء نستاهل نموت. انا درت خير اصلا. وهاد المحادثه مسجله من طرف المقنع بكاميرا مخفيه. كينقص السميمر كيقول لسولي يهرس ليه يدو باش يخرجها من المينو ويعتقم كاملين. الساعه لقى سولي ماشي من العاكسين. كيخرج السميمر يدو والسميمر طلع كيبغي غير راسو. قال لهم ما مساليش ليكم. كيخرج كيتلاقى مع المقنع كيشبكها معاه كياخذ فردي وكيهدو به. المقنع كيقول لي عامين وانا كنخطط باش نخطفكم وتجي انت ديرها بيا والفردي اصلا خاوي. السميمر تخليها ضربها بجريه ما جا فين وصل الباب. ضربوا ليه يدو رجعوا فين كان. كتفو سولهم علاش نتوما هنا. كيمشي عند كوجن كيقول لي علاش هو هنا في ودنو. كوجن كيقول لي لصق عليا الفردي باش دمي ما يوصل حتى شي واحد. المقنع لبى لي اخر امنيه وقبل ما يخرج قال السميمر ما تخافش غنهنيك من عذابك. كتبدا الشارفه تخربق الجا ما يسكت حتى واحد ما فهمك. تاخذ طباشر وكترسم وجا لابس نضاضر. كيلي كتفكرها هي اللي كانت شاده القضيه ديالها فشي سرقه شي حد دخل عليها وشفر. المهم سميتو غريلي ولكن الاخرين ما عندهم حتى شي علاقه به. كينقص السميمر كيقول لهم قتلت خويا بسبب التجاره في الاسلحه خبيتو حتى واحد ما ساق لي الخبر وقال لهم انا ميت غير مني راني سمعت المقنع كيقول بلي عامين وكيخطط باش يختطفنا. بقاو كيفكروا شنو داروا في هاد العامين الاخرى. كيسالي الوقت كيدخل المقنع نفس السؤال واش عرفتوا علاش نتوما هنا. كلشي تزيزن مشى عند السميمر تيرا فيه حسن ما يبقى غير كيتعذب. كيجرو كيسد الباب. الوقت كيتعاود من جديد. كينقص الشوارف كيقول لهم بلي عارف علاش هما هنا ولكن ما نقدرش نقول لكم. كلهم كيشكوا في الشفار اللي شفر الشارفه. كيقول لهم الشارف غريلي ماشي هو مول الفعله وراه شي واحد اخر جا عندي الكنيسه واعترف لي بكل شيء وغريلي غير ضحيه. كينطق ايدي كيقول لهم باينه غريلي هو مول الفعله حيت سولي كان كيتسالوا الفلوس وطار باش يشفر. قبل ما يكملوا هضراتهم كيدخل المقنع كيعاود عاوتاني يسولهم نفس السؤال. سولي كيبدا يستفز فيه ولكن المقنع كيتير على ايدي كيتعرض لها الشوارف. كيخرج المقنع كيبدا سولي يجمع في الافكار ديالو. كيقول لهم كريستيان ملي خرج من الحبس كنت كنتسالو فلوس وشرا فردي من عند السميمر فرحان ودي الشارفه والشوارف كان عارف شكون اللي سرق وما بلغش عليه ولكن ما اتفقوش معاه حيت ايدي ودين وكوجن ما عندهم حتى شي علاقه بالسرقه. قبل ما يكملوا الهضره كيقاطعهم المقنع كيعطي ورقه للشارفه باش تعرف علاش هي هنا. وكاين اللي كتبدا تبكي عليه باش ما يقتلهاش حيت عندها ولد صغير وغيبقى يتيم. كيقول لها المقنع المربيه هي اللي كانت حاضيه وملي كبر دخلتيه لمدرسه داخليه ومن الفوق خبيتي على بواب اللي حامله قبل ما تفارقي معاه. كاين اللي كتبدا تبكي وكتقول لهم بلي لعبات بالطوسي ونفقت تهمه الكريلي حيت كانت محتاجه الفلوس باش تصرف على راسها وعلى ولدها. كيسالي الوقت كيدخل المقنع كيف العاده كيقصد سولي كيقتلو كيتعاود الوقت من جديد. ايدي كيبدا يجمع في الاحداث. المهم كلشي بدا مع كريستيان ملي تسلف من عند البزناس وملي سالوا ليه الفلوس شرا فردي من عند السميمر هو اللي شفر به المحل ديال الشارفه تغارت لها كريستيان مع كريلي طبقت ليه التهمه. كيري زادت غرقاتو وكريستيان قال كلشي للشارف ولكن الشارف ما بلغش عليه. وكريلي مسكين دخل الحبس كوجن كان تما وتعدى عليه ويقدر يكون نقل ليه العدوى حيت ملي المقنع بغى يقتلو قال لي لصق عليا الفردي باش دمي
ما يوصل حتى شي واحد، وراه من الممكن يكون عنده مرض اللي كينتشر في الدم. ايدي كيعرف ملي كان كيختار شكون اللي غيدير العمليه غيكون رفض كريلي حيت ما كانش عنده تامين طبي وعنده الوسخ، وهنا تاكدوا بلي كاملين عندهم علاقه بجريمه وحده. سال الوقت كيسولهم المقنع كيشرحوا لي داكشي اللي فهموا، كيحيد الماسك وكيكون هو باش كريلي. واخا هكا كنبقى قد كلمتي وغنطلقكم، ولكن بشرط هادشي يبقى عبره في حياتكم. بحال كاين المينوط زربات عليه وخدات ليه الفردي، قالت ليهم كلشي غادي يموت حيت عرفوا الاسرار ديالها. كتزرب عليهم كل واحد قرطاسه في صدره، كدوز عند باش كريلي كيقول لها بلي كلشي مسجل ورا البوليس جايين في الطريق. صدمات وعطاتو هاد الشوط وهربات. وهكا غتكون سالات القصه ديالنا. متنساش دير متابعه لايك وتسنانا في فيديو جاي. تهلاو.